دي أحلى طريقة ممكن تجربي بيها البطاطا، طعمها في مكان تاني وتالت ورابح كمان. لو أول مرة بتشوفوني أنا رنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. معايا حوالي 2 كيلو من البطاطا، قشرتهم وبعد كده اديتها كمان غسلة تحت الحنفية زيادة تأكيد. هجيب أي صينية موجودة عندي، هبدأ إن أنا أقطع البطاطا شرائح متوسطة الحجم زي ما انتوا شايفين. شوية إضافات بسيطة هضيفها هتكون عبارة عن كوباية من السكر، ممكن نزود أو نقلل السكر حسب رغبتنا. معلقتين كبار من القشطة، ممكن نستبدلهم بمعلقتين زبدة أو معلقتين سمنة بلدي. معلقتين كبار من جوز الهند، وممكن نستغنى عنهم أو نضيف أي نوع مكسرات احنا حابينه. كوباية من الحليب، كوباية من المية، ورشة من الفانيليا. هاخد الصينية ارفعها على النار، أول ما هتغلى ههدي النار خالص وهسيبها لحد ما تستوي تماما. أنا عايزاها تكون دايبة كده وسايبة نفسها، وهديها لون تحت الشواية. وممكن التسوية تكون كاملة من البداية في الفرن، حسب بقى ما تحبوا وحسب رغبتكم. تاكلوها سخنة تاكلوها باردة، في تلك الحالتين طعمها تحفة، لازم تجربوها.